هنتكلم عن the articles اللي هم أختين، طيبة وآن شقية، ملهمش أي معنى في الجملة، بس هم مهمين جدا جدا. بيدولي إشارة كده إن الاسم اللي جاي بعد منهم singular noun، يعني اسم مفرد، يعني بيتكلموا عن حاجة واحدة بس. تعالوا نشوف إمتى نستخدم طيبة وآن شقية. الطيبة لازم يجي بعديها كلمة بتبدأ بحرف ساكن. الحروف الكونسونانت زي البي، السي، الدي، والآف، وكمان اللتر زي، يعني كل الحروف الساكنة. تعالوا نشوف كده مثال زي كلمة دور. كلمة دور بادئة بليتر دي، والليتر دي حرف ساكن، فهياخد طيبة دور. وزي كلمة كات، كلمة كات بادئة بليتر سي، والليتر سي يعتبر حرف ساكن، فهتاخد طيبة ونقول كات. طب امتى نستخدم ان الشقية؟ لازم يجي بعدها كلمة بتبدأ بحرف باو، واحنا عندنا في الانجليش 5 حروف شقية زي الاي، اي، اي، او، يو. تعالوا بينا ناخد مثال كده مع بعض زي كلمة apple. apple، كلمة apple بادئة بلتر A، ولتر A يعتبر حرف باول، فهياخد ان الشقية an apple. وعندنا كلمة orange. كلمة orange بادئة بلتر O، واللتر O يعتبر حرف شقي، فهقول an orange. Exercise. Choose the correct answer. This is، يا ترى هنختار الطيبة ولا آن الشقية مع كلمة pencil؟ This is، برافو. This is a pencil. اخترنا الطيبة عشان كلمة pencil بادئة بلتر P. This is a ولا an umbrella؟ برافو. اخترنا آن الشقية عشان كلمة umbrella بادئة بلتر U، حرف شقي، وهنقول an umbrella. an umbrella. This is a، الطيبة والآن الشقية مع كلمة egg. أيوة هنختار آن الشقية عشان كلمة egg بادئة بلتر E. an egg. This is، هنختار الطيبة ولا آن الشقية مع كلمة desk. برافو. هنختار الطيبة عشان كلمة desk بادئة بلتر D. a desk.